السلام عليكم. لف على دكاترة كتير عشان يتعالج، مفيش فايدة. سافر لأبعد البلاد عشان يتعالج، برضه مفيش فايدة. اللي يعالجه راجل عجوز بيمسح جسم. لو صاحي ركز معاه، لو هتنام طفي النور، استرخي، غمض عينيك واسمع معايا الحكاية. حكايتنا عن راجل خليجي كبير في السن، يعني 65 سنة. راجل غني ومقتدر، وربنا فاتحها عليه وفي خير، وكان قريب قوي لربنا. راجل يحب الزكاة والصوم والصدقات والتبرع، وقلبه متعلق بالجوامع، ويحب صلاة الجماعة. قام في يوم من النوم حس بألم في عينه الشمال، قال عادي هيروح. يوم في التاني الألم بيزيد، وحاسس زي ما يكون في إبرة في عينه الشمال. شوية وحس إن عينه بتطلع لبره. أسبوع في التاني ولقى عينه الشمال فيها جحوظ، يعني عينه طالعة لبره وظاهرة إنها طالعة لبره خالص. عارفين انتوا العين الجاحظة دي، اللي هو بتبقى من جوه كده طالعة؟ هي دي، وبتألمه جدا وبتوجعه قوي. المهم راح كشف عليها وخد علاج، ومفيش فايدة، زي ما هي عينه بتوجعه وطالعة لبره. راح عند دكتور واتنين وتلاتة، مفيش فايدة. رفع ايده ودعا ربنا كتير، بس برضه لسه عينه زي ما هي. لحد ما في يوم راح عيادة مخ وأعصاب. ناس نصحوه قالوا له ممكن تكون حالتك دي حالة مخ وأعصاب. فراح يكشف، وهو قاعد شافه راجل قاعد جنبه، فقال له انت جاي تكشف مخ وأعصاب؟ ده انت حالتك دي حالة عيون. قال له يا أخي ما أنا كشفت عيون كتير ورحت عند دكاترة كتير، مفيش فايدة. الناس نصحوني قالوا لي ممكن تكون حالتك دي يكون علاجها مخ وأعصاب. الراجل قال له طيب طالما لفيت كتير ومفيش فايدة، طب ما تسافر روسيا. روسيا متقدمين قوي في علاج العيون، وعندهم مراكز علاج عيون وعمليات عيون كويسة، وشاطرين قوي في الموضوع ده. قال له روح موسكو، فيها مراكز كتير لعلاج العيون. الراجل قال له ماشي، اللي ربنا رايده هو اللي هيكون، ومركزش معاه قوي في الكلام. المهم دخل للدكتور، عمل له فحوصات وعمل له أشعة، وقال له بصراحة ما وعدكش إن عينك ترجع زي ما هي، بس أنا هديك علاج يشيل الألم، اللي هو مسكن يعني، اللي هو نهاية الكلام يعني حاول تعيش مع الوضع، حاول تتأقلم مع المرض بتاعك. الراجل طلع من عنده زعلان جدا، روح بيته مقهور. راح لعياله بيتكلم معاهم، وفي الكلام جت سيرة الراجل اللي قال له على موضوع روسيا، إن هو يسافر يروح موسكو. فعياله قالوا له طيب ما تروح، أنت جربت ولفيت كتير، روح جرب. الراجل قال لهم ماشي أروح، طب حد فيكم يجي معايا؟ اللي قال له أنا مشغول، عندي شغل، لا مش فاضي. المهم قال لهم خلاص ماشي ماشي أنا هروح أنا. الراجل اتعلم كلمتين إنجليزي كده يتعامل بيهم أول ما يوصل، وحجز تذكرة وسافر. أول ما نزل وخرج من المطار في موسكو، وقف بتاع تاكس، قال له وديني فندق في حتة فيها عرب عشان يعرف يتكلم معاهم. المهم راح فندق فيه عرب، قال لهم والله يا جماعة أنا جاي تعبان وعينيا وعايز مركز لعلاج العيون. المهم دلوه على مركز لعلاج العيون في موسكو قريب منه، فراح. المهم كشف وعمل أشعة وعمل تحاليل، وللأسف نفس الكلام اتقال له، اللي هو حاول تتعايش مع الوضع، علاجك مش أكيد. هناك في المركز قابل مترجم عربي، راجل عربي شغال مترجم هناك. الراجل المترجم ده قال له انت علاجك في مركز كذا كذا، ده في مدينة بتبعد عننا هنا 1500 كيلو، هتركب لها 3 مواصلات بالقطر لحد ما توصل. الراجل قال ماشي اروح، كده كده خلاص انا جيت. حجز ال3 تذاكر بتاعت ال3 قطارات، يعني مثلا قطر 17 18 19 بالترتيب كده ورا بعض. بالفعل راح ركب قطر 17 ونزل، وركب قطر 18. قطر 18 ده كان هو أكبر مواصلة فيهم، كان حوالي 700 كيلو. المهم بعد ما ركب ب10 دقايق ربع ساعة يسمع كلام عربي جاي من وراه، ناس بتتكلم عربي، فاتلفت ولا اتنين شكلهم عرب قاعدين. فراح رجع لهم ورا، سلم عليهم والله أنا سمعتكم بتتكلموا عربي، انتوا منين؟ احنا من العراق. كان فيهم واحد عراقي وواحد كردي، والاتنين بيتكلموا عربي. والله انا كذا كذا، وجاي في موضوع كذا كذا، وقعد ايه
يتكلم معاهم ويتعرفوا على بعض. وهم بيتكلموا بيقولوا له انت رايح فين؟ قال لهم انا رايح الحته الفلانيه. ازاي رايح الحته الفلانيه؟ ده القطر ده مش رايح هناك، القطر ده رايح البلد فلانة الفلانيه. اتاريه راكب قطر تاني غير القطر اللي المفروض هو يركبه. فالراجل العراقي قال له لا يا عم، ده انت راكب مواصله تانيه خالص، انت غلطت كده وخدت قطر تاني. ازاي؟ قال له ايوه، ده انت رايح في اتجاه تاني خالص. قال له عشان ترجع تاني هتضطر توصل معانا لاخر المحطه، وبعد كده تاخد قطر ترجع بيه للبلد اللي انت راكب منها، اللي كنا راكبين منها، وبعد كده تاخد منها قطر للبلد اللي انت رايحها. يعني كده هتضيع حسبة يومين. الراجل قعد اغتم وحزن، والدنيا اسودت في وشه، وقال يا رب، انا جاي ومتبهدل وفي بلد غريبة وعايز اتعالج ومفيش في امل في العلاج، يا رب. وقعد يدعي ربنا وقلبه انفطر من الدعاء. يا رب اشفيني، يا رب حوش عني، يا رب. وقعد سكت خالص، فصل. الراجل فصل نص ساعة في سكوت تام. الناس تكلمه وده لا سامعهم ولا شايفهم. القطر ده فيه ناس بتبيع، اللي بيبيع بسكوت، اللي بيبيع مية، اللي بيبيع شوكولاتة، الناس اللي بتسترزق. فجيه واحد بيمسح جزم أو ماسح أحذية، راجل كبير في السن، يعني معدي ال60 برضه. هتمسح جزم تمسح جزم. الراجل العراقي بيتكلم روسي، قال له تعال. قعد قدام الراجل هيمسح له جزمته. وهو بيمسح جزمة الراجل بص اتلفت على الراجل الحاج الخليجي ده، وقعدوا يبصوا له. فالاتنين قعدوا يبصوا لبعض، فده يبص لده وده يبص لده. بعدين الراجل اللي بيمسح الأحذية ده، الراجل الروسي ده، قام جاي بيتكلم الراجل العراقي بيكلمه روسي، بيقول له صاحبك اللي عينه بتوجعه دون، قول له ان انا ممكن اعالجه بس يديني $500. فقام جاي الراجل العراقي ملفوت لصاحبنا، قال له الراجل الروسي دون بيقول ان هو ممكن يعالجك بس تديله $500. قال له يا راجل، يعني انا لفيت وبقالي سنه بلف من هنا لهنا لهنا، ورحت مستشفيات ومراكز كبيره وهو ده اللي هيعالجني؟ قال له يا عم انت خسران حاجه؟ ما انت زي ما انت بتقول لفيت وصرفت كتير، وبعدين ده انت سفريتك هنا الوحيده مكلفك يجي $5000 جت على دول. قال له خلاص ماشي، بس على شرط، مش هديله ال $500 قال لما عالجني الاول. فقال للراجل اللي بيمسح جزم، قال له ماشي احنا موافقين، بس مش هيديك ال $500 قال لما اتعلم. قال له ماشي انا موافق. قام جاي قايم الراجل، راح اغسل ايده من طبعا الدهانات والورنيش اللي كان على ايده. قام جاي رايح قدام الراجل الخليجي، وقام جاي قاعد قدامه، قام جاي مخلعه الجزمه ومخلعه الشراب، ومسك رجله، كفه رجله الشمال، قعد يفعص فيها ويضغط على عروق، يضغط هنا ويضغط هنا. ففي عرق ضغط عليه، الراجل حس ان عينه بتطلع بره. فقال له بس بس، ويشاور له كده بس بس. قام جاي الراجل الروسي، قام جاي رافع له ايده وقال له بس اصبر اصبر اصبر، اللي هو انا عارف انها بتوجعك بس اصبر يعني. ويضغط شمال ويمين، فوق تحت، لحد ما وصل لعرق وضغط عليه جامد، والراجل يحس ان عينه بتتسحب لجوه. سبحان الله، يحس ان عينه بترجع لجوه. والراجل بتاع الجزم ده يضغط يضغط، وضغط ضغطه شديده، وجعت الراجل جدا. بس الراجل من السعاده والفرحه ان عينه بترجع زي ما كانت، نسى الالم لحد ما عينه رجعت طبيعيه ورجعت لمكانها. سبحان الله. ويبكي الراجل الخليجي ويقوم يبوس دماغ الراجل اللي بيمسح جسم، ومش مصدق نفسه وطاير من الفرحة، وعينه رجعت سليمة وكأنها مفيش فيها أي حاجة، رجعت مكانها طبيعي ولا حاسس بأي ألم. سبحان الله، ربنا شفاه وعافاه وجعل شفاه على إيد الراجل الغلبان ده. المهم اداله ال $500 وقال للراجل العراقي قول له أنت عرفت تعمل كده إزاي؟ أنت اتعلمت ده فين؟ المهم قام جاي الراجل العراقي سأله بالروسي، وده رد قال له أنا اتعلمت ده في أفغانستان أيام الحرب الروسية الأفغانية. والحرب دي على فكرة يا جماعة كانت من 79 ل 89، يعني قعدت 10 سنين وانتهت بهزيمة الروس وانسحب. المهم
الراجل ده حضر الحرب دي، في أيام ما كانوا هناك اتعلم من الجماعة الأفغان علاج العيون بالأعصاب، بأعصاب الرجلين، وكان في واحد هناك عنده نفس الحالة بتاعة الراجل ده، وعالجه برضه بأعصاب الرجلين كده، فهو لمّا شاف الراجل افتكر إن هو كان عالج واحد بالشكل ده من زمان، فقال يجرّب فيه، وسبحان الله نفع. المهم اللي إحنا نتعلمه إن الخيرة فيما اختاره الله، ما تزعلش على أي حاجة، يعني سبحان الله ربنا كتب على الراجل ده إن هو ما يروحش القطر بتاعه ويتأخر عليه وياخد قطر تاني ويقابل ناس ما كانش متخيل إن هو هيقابلهم عشان يتعالج ويبقى كويس، ودعا من قلبه وفضل يدعي من قلبه، اتمسك بالدعا، ربنا بيغيّر القدر بكلمة طالعة من القلب، ولو كل الأبواب مقفولة باب ربنا مفتوح. وسبحان الله يعني لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني في أقدار بتتكتب وتتغير وتتبدل عشان عبد لجأ لربنا بنية صادقة وصافية. والحكاية دي ذكرها الروائي السعودي عبد الله المخيلد. في النهاية اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا. السؤال صح، الراجل العجوز ده يستاهل 500 دولار ولا لأ؟ ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.